قلت لكم الأسطورة حسين الجزني في نكت حالية لبعض الحيوانات الأليفة. حيوه. هذا قال لك مرة واحد بخيل وبعدها يعجبه يستفيد من الحيوانات، من أي حاجة يستفيد منها ما يخليش تعطيه على خير. فجاء له مرة حنش ما هو دقشه، قال الحين بدل ما اقتله واضربه له انا وهذا، رجع قام قص راسه وسبلته وخلاه لي كان يتوضا به. عجل صغير يعني كان نازل عندنا بالهذا، فالعجل هذا من كثر ما ظنكني رجعت نزلت له، كنت اخليه يجرب على الباء ولا على حلو حلوة يا قزني. قال لك واحد مرة كنا بالحديدة مرة كنا بنقوت، يعني هذيك الأيام كنا بنشتغل بالحديدة هكذا في فترة من الفترات، وبعدها كنا جالسين أنا وأصدقائي وأصحابي وهذا وهناك وهذا، فنجلس خلال هذاك ونخرج نلعب لنا كرة في هذا. وأنا طبعا الحديدة تعرفون أن الحديدة هناك أتم الأدم حكها صغار من الجوع بجوعين ما بيشتريش كلهم فيران، والفيران حق الحديدة الفيري يسعى الكرة. واحنا هذيك الليله بحاجه كره، دورت هذيك الليله يا عيبه عن القى نشتي نلعب ولا لقينا كره ولا شيء. فبيفيري كان يتجزع من جنبي وهذا تباصرت له هذيك الليله، رجعت نزلت غشته وقمنا كبسنا وجه له عرضه وقصينا سبلته ورنشته وخليته كره. كنا نلعب طول الباب لا يشرع جوانا نصير نلعب فيها هواء. ما الفيران حكنا هنا كان معانا فيري في ورشه حق مسجلات، فلتنا له ما هو يعني دل ما استرش تغشه سعد لابس دجله عسكريه لها انا المهم يدور داير، من كثر ما يجلس في الورشه هذيك لو ما تعلم الهندسه حق المسجلات حق الروادي حق الكذا تعلم، ما حد عسه ولا حد فعل لسم ولا حد صمم ولا شيء، لو ما فهم البنات فهم الكلبتين فهم الكل ولا حد ترى بشيء. باب لا شرع المهندس يقول له بنا حنا شعب سبلته حاضر بعيد. بان 12 كلب وتهي بعد الله. وبعد هذاك الذي يعجبه يستفيد من الحيوانات من هذا، وبعدها حكم في مباراة كرة قدم خلوها الحكم، باب تغير على المسؤول رجع جرى له شوصري من هذا كان يبز بحكاوه. هذا مرة جازعين سنة عشينا مرة في النقطة، وبعدها تروحنا واحنا تروحتنا من هذا تروحنا يعني بالعشي في الليل هكذا على تروحتنا وانا عينت كلب راقدي، وبعد هذاك الكلب من هذا شويه ويعوي واحنا استغربنا على ايش في الكلب الليله هذه اللي بيعوي لي كذا. قلت لاصحابي ما انتوش دارين كيفي، قال ايش؟ قلت بيخزن ليله الكلب هذا بيعجبه يخزن الليله هذا ما خزنش، فرقد وحلم ان الرازم جاله، حلم ان بوق قادره بالزعم بقلق فيه. وذيك الكلب هذه خزن له ما يشبع، وبعدها كان يتم يخلط والله يفعل يا عيب اخرج نقصي. حلو. معنا كلب تحت البيت، هذا الكلب هذا كان يعني زي ما تقول لك شغله كان يجلس يلعب عباد الله، من ما يجزع حافل من ما هذا لحقه من ما يجزع حافل من ما المهم حتى الحار الجنان الكلب هذا. المهم ما عترينا كيف نفعل بالكلب هذا. لا ليله كنت اسمعه بيعوي عوي اذي بعين الله، يعني يجلس يعوي طول الليل. استغربت علي كنت اقول ايش في الكلب هذا ليش في يعني هذا مش عامله بلا سارق ولا بشي ولا بكلب شيء، لانه يهافل الا شيء اي حاجه وهذا يخرج يهافل عليها. لو ما نزلت لا عنده صرت ابصره وهذا يجدوا لك فيه بيهجب كله يعني بيعك من لك فيه. صرت بين اساله بين اقول له ايش فيك ليه بتهافل هذا؟ قال خلاص على الله والله ما ادري كيف افعل. قلت ايش فيك هذا؟ قال عين هذا. قلت له خلاص انت اسكت ولا يعني تقع لك ليله ماشي سوا. قال ايش افعل؟ ايش اترك هذا؟ قلت بين اقول له طلعنا نرقد وقام يهافل طول الليل ويعوي. دريت انه عواء ايش مرض، رجعت بزيت له كلبتين ونزلت له قلت له انت كلب ما تهي كلبتين. قلت ايش افعل؟ قال ضرسي بوجع. قلت ايش الحلو هذا؟ قال الله يجبرك يا ابو حسين وخرهم كلهم وخلوا ضرس يدي بيوجعني واحدث على الكلب يهافل داخل. في رمضان ها، وبعدها لو ما كنا نجلس نتيلا يعني ما شوف في رمضان كنا نجلس نتيلا اكل يعني في الايام العاديه وعندنا في البيت مشغول هذا. لا ما جاء رمضان ما هو سنة، جاء وقت الغداء وقت الظهر وقت الغداء وقت هذا ولا بصير كان يصير ويجي قد غطيته. كان يقول اشبه اليوم هذا اشبه شو قاعد.
المهم ما تعشينا الا بعد ضرب بعد مساله احنا تعشيت قال بعد النشره انجليزي. ومره كان معانا ادمن في الحاره، كان معي ادمن انا وسط البيت. سمعت واحنا بنتي هذا طبعا يوم الجيل يوم جيل شباب هكذا واطفال هذا يعني هذا. وبعدها كان معي ادمن ملانا البيت، ادمن خيرات. إنه خلاص لو ما كان يعني لو ما يضايقوا مني في البيت ما عاد كانوا يتحملوا يعني افتجعنا لأنه من الجرثومة لا شيء من الحيوانات هذه في البيت هذا. كذا خيرات مني نظارة 12. قلت فين اشيلهن كذا متعودات قلت بين عين عيالي، قالت لي قلت بين عين عيالي يا ادم ذوليك. إنها حنجت علي. قالت ما خلاص رجعنا قمنا حلقنا على الادم ذوليك وبزيناهن في شوارع وبزيت تربتن بينه لا هران يعني لا قهر. حد من المسلخ قصدي يعيش لهنا هناك ويضربن هذه قصة حقيقية والله. ضربتهن وفلت هذا وانتعفر لين وعشرة هكذا وعشرة هكذا وعشرة هكذا. المهم تروحت لي جوز تراضر وانقلبن في داخلي. كنت اقول الحين بالزيت اليد ذولي انا يصير ناكل هنا الكلاب، انا يصير ما يجوز حرام. يعني هذا الانسان في انسانيه هذا ما نشل هذا. خرجت ما عاد استرت هذاك اليوم قلت والله ما عاد لي ما يصير اردت الادمم هذولا. خرجت دورت موتور على جيد صاحبي فرج قنام الله يفتح علي يعني بالموتور هذا. وقفت قلت يا فرج هذا بركبني ما هو بزني شليته لا قهار يعني لحد ما ضربنا الادمم. وصلنا لهناك قصدن قد معي قالوا قد اخي مع ارضيه انا ولا شيء ما شو داري الا السرت. وين بابلا وصلت لهناك بابلا سمع صوتي على الادمم وانا صيحت الاول ما الاول اقبل. هو استغرب قال شو هذا وانا كنت وصيحت للثاني والله ان انت جوابين وجن من كل بقعه. كلهن الادمم والله اني نظاره 12 هذه لما كنت افعل من الشوارع ضربتهم كل عينها سبحان الله العظيم انها كل شيء يقطع فيه حتى الحيوانات وهذا بابلا سمع صاحبا واقبل لا عندي. وطقشتم ضرحت انقفا فرج قنام فوق الموتور وحان. والتمي الاول خرج يدي وطقش البرج بهانا. والثاني خرج يدي وطقش له بهانا. والثالث بتا وجهه وطقش له بهانا في الحال. ينقل فرج بيشن دم. كان يقول يا حسين اخي يا عيبه ايش اتيت لي جيت الذي طاقشت لي؟ ايش الذي طاقشت لي؟ وهو يزر والتمي يطقش. ما بدمي نزلت سبلتي للسلس ما هو ضرب العين وطقش الفرج بهانا شططوا شطات. ما بعدها كنت اقول له يا فرج لا تفتش انا شتي 500 قال شتي لك 1000 خلاني اعيش. نشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاشتراك في قناه